السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل. تعالوا كده نعمل فطاير لذيذة وسهلة قوي، غير الفطاير اللي احنا متعودين عليها، يعني من غير عجن ومن غير لت ومن غير تعب ولا مجهود ومن غير دقيق. ايه من غير دقيق؟ دي فطاير كده لذيذة قوي. هنعملها النهاردة من حاجة كده يعني مغذية ولذيذة للأطفال، تحفة وجميلة قوي، تنفعك في المصيف، تنفع للأولاد اللانش بوكس لو بيروحوا حضانة بيروحوا مدرسة، في المصايف، حاجة كده لذيذة. طب تعالوا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده معايا نص كيلو من البطاطس، يعني النهاردة هنعمل فطاير من البطاطس زي ما قلتلك، لذيذة وسهلة وبسيطة جدا وحاجة كده مختلفة عن الطرق التقليدية اللي بنعملها للبطاطس. تمام. وهنبتدي ان احنا نقشرها علشان نسلقها. انا على فكرة بحب ان انا اسلق البطاطس بقشرها، بس في الطريقة دي لا، لازم نقشرها ونبتدي ان احنا نقطعها مكعبات كده. تمام. انا عاوزاها تبقى طرية قوي، على فكرة طريقة بسيطة وصحية قوي، ما فيهاش مادة دهنية كتير ولا تعب ولا اي حاجة. جربوها بس هتعجبكم قوي. انا عن نفسي بحب افطر واتعشى بيها مع كوباية شاي، تبقى خطيرة قوي. طيب قطعناها كده مكعبات وغسلناها وحطينا مية، وهنغطيها بقى ونسيبها تتسلق، هتاخد في حدود ربع ساعة. تمام. بعد ما تتسلق تماما هنشيلها من المية ونبتدي ان احنا نهرسها كده وهي سخنة. اي بطاطس في الدنيا مسلوقة وعاوزة تهرسيها بكل سهولة كده وما تتعبكيش، لازم تهرسيها وهي سخنة. تمام. طيب بعد ما هرسناها كده طبعا تقدري تزودي الكمية اللي انت عاوزاها، احنا عملناها بنص كيلو. طيب علشان هي بتتاكل سخنة يا جماعة، حطينا ايه؟ حطينا ملح نص معلقة، حطينا قد 3 معالق زيت، حطينا نص كوباية نشا. تمام كده. خلاص كده دي المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليها. حبيت ان انا اعجنها كده بس سخنة، الحمد لله اللي انا ما قفشتش فيها مرة واحدة، كان زماني اتلسوعت قوي لانها سخنة جدا. هنقلبها كده، نقلب بقى كل اللي احنا حطيناه، نشا، ملح، 3 معالق زيت. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وزي ما قلتلك طريقة مختلفة كده للبطاطس، تقدري تديها خصوصا للأطفال، حلوة بجد وبتديهم باور كده وطاقة، وطبعا عارفين ان البطاطس مغذية. تمام. طب هنعجنهم كده ونسيبها ايه ترتاح. بصوا شكل العجينة ترتاح كده بتاع ايه يعني 5 دقايق كده. طيب تعالوا بقى كده نحشيها ايه بقى. انا عن نفسي بحب احشيها جبنه موتزاريلا، تقدري تحطي جبنه شيدر، تقدري تحطي جبنه رومي. بنبتدي نمسكها كده ونكورها ونبططها ونحط كده قطعه من الجبنه، ونبتدي نقفلها تاني ونتعامل معاها زيها زي اي فطاير، ونبططها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. بتبقى لذيذة قوي يا جماعة لما تحطوها للولاد في اللانش بوكس، ولذيذة جدا لو خدتيها مثلا كده، لو انت طالعة مصيف وخدتيها كده في علبة كده واديتي منها الأطفال وهم طالعين من البسين أو من البحر أو من أي حاجة، تبقى لذيذة وسهلة كمان سريعة جدا. تقدري تقدميها في المصيف لو انت مثلا رايحة مصيف بقى محتاجة حاجات سهلة وسريعة، فبجد جميلة جدا. جربوها هتعجبكم قوي. او زي ما انتوا شايفين كده لحد لما نخلص الكمية كلها، وبنحشيها وبنحاول ان احنا نقفلها كويس قوي. انا حطيت صوابع الموتزاريلا دي قطعتها كده وخدت منها قطع. تقدري تحشيها اي جبنة انت عاوزاها، جبنة، بس طبعا ألذ حاجة واللي الولاد بيحبوها اللي هي الجبنة الموتزاريلا، خصوصا بقى انها لما بتسيح بتمط كده وبتبقى حلوة قوي. طب خلاص كده خلصناها. خلي بالك ان انتي بصي متماسكة وجميلة جدا، ما تخافيش يعني انها تلزق منك، لا. هنروح كده على البوتاجاز، قطعة زبدة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، هي بتبقى لذيذة بصراحة بالزبدة، بس قطعة صغيرة، مكعب صغير اهو. ده مش مكعب كمان، ده احنا حاطين حتة من المكعب. والنار وسط، ونبتدي ننزل بالفطاير بتاعتنا اهو. جميلة قوي 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 بجد، تحفة. انا بموت فيها يا جماعة، بحب اكلها كده بس بدون عيش بقى،
دي فطار، انا بتعامل معاها كانها فطاير. خصوصا كمان اللي عنده مثلا حساسيه من الجلوتين بتاع الدقيق، حلوه قوي دي، ممكن تقدري ان انت تديها له. ونبتدي كده ان احنا نقلبها على الناحيه التانية، ما بتستغرقش مثلا ايه دقيقتين كده، وبتبتدي ان انت تقلبيها تاخد وش على الناحيه التانية، وبتستوي وبتبقى جميله قوي. يعني ما تقوليش الدقيقتين دي هتخليها تستوي، احنا عاوزينها بس تاخد لون ذهبي كده، والجبنه اللي جوه تسيح. بنحط قطعة زبدة تاني صغيرة كده، ونكمل بقية الفطاير بتاعتنا. خدت وقت؟ لا. خدت مجهود؟ لا. اهو تمام كده. سهلة وبسيطة وحلوة قوي. وبرضو بسيب لكم تطبيق في التعليق، في وصفات بتحملوه أول مرة بنت، وبعد كده بيبقى موجود عندك بدون نت، في وصفات حلوة قوي. اهو بصي ما خدتش الهوا، جد خطيرة جدا. حطيتي اللايك ولا لسه؟ يلي بتنسوا اللايك. وكتير بيقولوا لي اشعاراتك مش بتوصل لنا علشان انتوا مش عاملين متابعة. اضربوا متابعة، هتلاقوا كلمة متابعة فوق جنب الصورة بتاعتي بتنور كده. شايفين بقى الفطاير الخطيرة دي؟ بصوا بقى، دي تتعمل وتتقدم تتاكل كده، هي ما بتاخدش وقت، ما تسيبهاش لما تبرد. هي جمالها ان هي بصي سخنة كده ولذيذة، والجبنة سايحة ونايحة فيها. بص هنقطعها، ما هتتاكل دلوقتي. انا بقى بحب اعملها وبشرب جنبها شاي بلبن. تقولوا ايه بقى؟ مزاج عندي. بجد خطيرة جدا. بصوا بقى الجبنة سايحة وجميلة ازاي، ومع ذلك ما خدتش وقت على البوتاجاز خالص. خطيرة بجد، رهيبة. قومي بقى كده اعمليها بنص كيلو بطاطس، مش هتكلفك يعني حاجة. البطاطس غالية شوية وغليت، قعدت تقولوا لما جبت البطاطس كانت قبل كده جايبه الكيلو ب5 جنيه الصغيرة، ما لقيتهاش يا جماعة. قعدت تقولوا جبتيها منين ب5 جنيه؟ والله يا جماعة كنت جايباها زي ما قلت لكم كده، لان في كتير كذبوني وقالوا لي المستحيل، بس انا كنت جايباها كده. كان ساعتها الراجل مفضي كيس كده وشوال، وكانت صغيرة ورفيعة، واهو حظنا بقى. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، لو عجبكم حطيلي لايك، اعملي متابعة واشتراك على قناتي على اليوتيوب مطبخ سهير جاد. اقول لكم ايه؟ شايفين الجمال الاول؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بحفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلام. باي باي.